السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنحل الأساينمنت بتاع الليست، وبعد كده إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن الديكشنري. تمام. أول حاجة هنا في الليست اوبريشنز عايز أكريت ليست وأسميها student course with at least 5 integer values، وعايز على الأقل 5 قيم بيعبروا عن الستودنت كورز دي. أول حاجة هنروح هنا للجوبيتر، قال عايز يسميها student student كورز. عشان أعمل ليست كنت بعمل إيه؟ كنت بفتح سكوير براكت، عايزني أضيف فيها 5 سكورز، فهحط مثلا 99، مثلا 95، مثلا 23، مثلا 32، وأخيرا سمي 93. تمام. كده أنا هكريت ليست، هطبعها بقى، أخدها كوبي كده وأعملها تحت كده. أنا كريت ليست، كده أنا كريت ليست. شوف اللي بعد كده، بيقول لك append a new score to the list، عايز يضيف سكور جديد بالappend. خلي بالك بالappend عشان بعد كده في insert، فتعالى الابند قلنا بتضيف في الاخر، فعشان ابند سكور جديد انا هضيفه بقى انا من عندي، مثلا هضيف 80، فهضطر اكتب student اسم الليسته بتاعتي واعمل لها دوت. الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ append. بعد كده هكتب student course. انا لا، انا هنا ما فتحتش الفانكشن، هنا ما ضافش حاجه ليه عشان انا ما حطيتش value للابند او بارامتر، فانا قلنا هتضيف 80. ضاف فعلا التمانين، ده بالابند بتضيف في الآخر، ضافت لي في آخر الليست. بعد كده عندنا الانسيرت. insert a score at the second position in the list، عايز يضيف في المكان التاني، واخد بالك، في المكان التاني عايز يضيف سكور. فنشوف هنضيفه ازاي. هعمل الليست بتاعتي دوت insert، بعد كده هفتح function. قلنا عايز يضيف في المكان التاني. احنا دلوقتي دي الليستة الجديدة، فكك من دي عشان دي زادت رقم. دي الليستة بتاعتنا الجديدة، عايز يضيف فين؟ عايز يضيف هنا مكان ال95. خلي بالك من الكتابة، هنا قال لك المكان التاني. المكان التاني بالنسبة له هنا، مش في مش هنا في الليستة. يعني في العد هتعد انت من صفر، احنا قلنا من صفر، صفر، واحد، يبقى لازم تكتب هنا واحد. كده الاندكس بتاعك عايز يضيف في المكان التاني اللي هو ده، فانت لو عديت صفر واحد عايز نضيف ايه؟ قلنا عايزين نضيف مثلا 50. تمام. كده هتضاف فين؟ كده هتضاف 99، 50، 95 وكذلك. بعد كده هعمل ستودنت كود تاعي اهو، ضافها فين؟ 90، 99، 50، 95 وكذلك. ده كده بالانسيرت. قلنا الانسيرت بتاخد اندكس، بتاخد الفاليو بتاعتك. بعد كده عايز يعمل remove the last element from the list، عايز يحذف remove the last element آخر عنصر. احنا قلنا remove بتاخد ايه؟ remove بتاخد value، بتاخد قيمة، ما بتاخدش index. قلنا ايه اللي بتاخد index؟ اللي هي pop. نجرب. احنا قال لك عايز يحذف آخر قيمة، آخر عنصر اللي هو 80. فانت لو عملت، احنا قلنا remove، لو عملت
80. وبعد كده عملت الستودنت، حذف لي هنا ال80، حذف لي هنا 80. نروح للي بعد كده، عايز يعمل the list sort the list in ascending order and print the result. هو كده كده السورت هتعملهم ascending يعني، بس تمام، يعني عايز يرتبهم تصاعدي. تمام. دي الليستة الجديدة على آخر حاجة عملناها، احنا حذفنا منها ال80 في الليستة دي مش تبعنا. فهتعمل student كورس بتاعتك، الليستة بتاعتك، تعمل دوت. قال لك عايز ايه؟ عايز يعمل صورة. تمام. بعد كده بتعمل الفانكشن بتاعتك. بعد كده student رتبها لي بقى. 23، 32، 50، 90، 95، 99. دي كده الليستة الجديدة بتاعتي. ده كده خلاص، فكك من دي، خليك في دي. ده الترتيب. بعد كده عايز مني ايه؟ عايز يعمل ريفيرس ذا ليست اند برنت ذا ريزلت. عايز يعمل ريفيرس. قلنا ريفيرس بريفيرس. ريفيرس عايز يعكس الارقام، هيخلي بقى كده، هخليها تبدأ تاني زي ما كانت، او مش زي ما كانت، لا هيبدأها من الكبير للصغير. تمام. دوت ريفيرس. أهو. عكسها 99، 95، 90، 50، 32، 23. تمام. بعد كده وأخيرا find and print the maximum minimum and summation of the list elements. عايز ي... عايز يشوف الماكسيموم، أكبر رقم وأصغر رقم، وجمعهم في الليستة دي، في لستة العناصر دي يعني. فقلنا بالماكسيموم هنعمل student course student course student course. قلنا بالماكسيموم. دي كان فانكشن اسمها ماكس. فهنعملها ازاي؟ اقول لك انا هعملها ازاي. برنت. خلينا في الاصح عشان ما نتلخبطش. نعمل كده. نعمل كده. كده احنا عملنا. طب لو احنا عايزين الماكس بقى، فتفتح فانكشن تانية اسمها ماكس. ماكس. تمام كده. وبعدين اقفل هنا الاقواس بتاعتي. كده الاقواس اتقفلت. ما اتقفلتش. كده تمام. ده كده الماكسيموم. بعد كده احنا عايزين المينيموم. عايزين بدل ما نكتب فنطبعهم أحسن. عشان آه المينيموم تعمل مينيموم والماكسيموم. احنا قلنا عايزين السم. تمام كده. في الماكسيموم المفروض أكبر حاجة 99، فظهر لي 99. تمام. المينيموم أقل حاجة 23، فظهر لي 23. لو جمعتهم كلهم، لو جمعت الليستة دي، الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده أو كذلك، هيطلع لك 389. تيجي نجربها. تيجي نجربها أحسن، بدل ما نعمل برنت الكلام ده. 99 بلس تبقى 95 بلس 90 بلس 50 30 بلس 23. نفس الرقم 389. بعد كده لأ، بس كده خلصنا. وكده خلصنا الليستة كاملة. سواء حلينا عليها العملي الموجود وشرحناها، ما سيبناش فيها حاجة إن شاء الله. والأساينمنت بتاعها حلناه. إن شاء الله بعد كده هيبقى فيه ديكشنري الفيديو الجاي، والفيديو اللي بعده إن شاء الله هيكون فيه حل الأساينمنت بتاع الديكشنري. بس كده. شكرا. السلام عليكم.